ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 قد العالم ده كله بجد. مش عارفه اقول لكم وحشتوني قد ايه. بس انتوا وحشتوني، بس انا بقى ما وحشتكوش خالص. عارفين ليه؟ لاني اصلا ما حدش سأل عليا نهائي. وانا على فكره زعلانه جدا جدا جدا. بس هعديها لكم المره دي، ماشي؟ عايزه اقول لكم بقى ان انا هبدأ من جديد، وبجد المره دي باذن الله بدايه خير. كل حاجة هاعملها معاكم بحب، وكل حاجة هاعملها معاكم يعني أنا هابقى مستمرة معاكم إن شاء الله، مش هاقطع. يعني هاواظب معاكم في تنزيل الفيديوهات، علشان أنا عارفة إن أنتم نسيتوني أساسًا. بس والله كان غصب عني، وكانت كل حاجة الأيام اللي فاتت دي ماشية بالعكس معايا، والحمد لله على كل شيء. عايزة بقى أقول لِك لو أنتِ أول مرة تشوفيني ما تنسيش تضغطي على اللايك، عشان دوّة اللي بيخلّي الناس تعرفني، وده اللي بيخلّي الناس تتفاعل معايا في الفيديو بتاعتي. وكمان عايزة أقول لكم اكتبوا لي كومنتات حلوة تحت، وما تنسوش الاشتراك في القناة. النهارده بقى ولأول مرة أنا صاحية بدري جدًا، وكمان صاحية نشيطة كده، وقُلت أنشّط بقى نفسي وأنشّطكم معايا. أنا صحيت زي ما أنتم شايفين، أول حاجة باعملها الصبح لازم أو في أي وقت يعني، لازم إن أنا أشرب مَيّة. لازم يا جماعة المَيّة بجد في الجو اللي إحنا فيه ده، لأ لازم مَيّة لإن الجو فظيع. وأنا بصراحة صيف أو شتا المَيّة دي ما بتتقطعش، يعني لازم أشرب مَيّة. دي حاجة. تاني حاجة يا جماعة إحنا النهارده الجمعة، فأنا عملت لكم وصورت لكم وخليته يوم خفيف قوي، لأني أنا كنت قاعدة لوحدي اليوم ده. خليته يوم خفيف كده ظريف لطيف. ما حاولتش إن أنا أعمل يعني أجهد نفسي فيه. لأ، خليت كل حاجة بالراحة كده وحاولت أستمتع باليوم، لأني يعني أنا عايزة أرتاح في اليوم ده. يزن مش معايا، كان مع باباه. وقلت بقى ايه اريح نفسي يعني اليوم دوت. كانوا خارجين هما وكده. قُلت بقى أضبّط نفسي أنا بقى، أعمل الحاجة اللي باحبها، أحاول أريّح جسمي يعني. ونمت كمان شوية وصحيت، كانوا هُم بقى جُم إيه بالليل خالص. وكمان عملت لكم مونتاج للفيديو ده ونزّلته لكم اللي هو النهارده. فما تنسوش يعني تعبي يعني ما يروحش على الفاضي. زي ما أنتم شايفين أنا بس كنست الأرض كده بالمكنسة العادية خالص، علشان خاطر ما اجهدش برضه يا جماعة. المكنسة الكهربائية مش كل شوية أقعد أجهد فيها. وبس يعني هي أصلًا الدنيا كانت نضيفة، لإني أنا أساسًا كمان كنت لسه آمم فارشة السجاد. فمطرح بس لعب يزن والدخول والطلوع، يعني مثلًا بنعمله حاجة الأطفال، أنتم عارفين الأطفال ما بيخلّوش البيت 10/10 24 ساعة، بالعكس أنتِ بتعملي من هنا وعلى طول بتلاقي الدنيا باظت من هنا. فبس قُلت بس إيه أخلّي البيت بس إيه كده نضيف، أكنس الأرض كنسة، أعطّر البيت بس. ودلوقتي كل ده يا جماعة كان قبل الصلاة. بعد كده قُلت بقى هاقوم كده أعمل لي فطار رايق. عملت شاي بلبن وأكلت البسكوت بتاعي، وولّعت هنا على القرآن. وكان الصلاة يعني صلاة الجمعة كانت ابتدت. بُصّوا بقى يا جماعة، أحسن حاجة في إن أنت تبقى قاعد لوحدك والله العظيم روقان. هناخده حبة دقيق كده. بُصّوا يا جماعة، عايزة أقول لكم إيه بقى، أنا قاعدة لوحدي، فطرت مع نفسي، وكمان اتغدى مع نفسي، وروّقت بيتي مع نفسي، كل حاجة مع نفسي. يا جماعة آسفة إن أنا باستخدم إيدي هنا، بس أنا بجد بجد شغل الجوانتيات والجلافزات والمعالق ده ما باحبهوش، أدام أنا باعمل حاجة لنفسي ويعني أنا بس اللي هاكل منها، وإيدي الحمد لله نضيفة. أنا أصلًا كل ما باغسل كوباية باغسل إيدي، يعني حتى مش باغسل إيدي كده، لأ باغسل بإيدي بالصابون اللي هو بتاع الإيدين. تمام. يعني الحمد لله ما دام إيدي نضيفة خلاص أشتغل عادي بإيدي وتمام التمام. طبعًا لو في حاجة فيها بقى يعني مثلًا بيض فيها زفارة زي كده، هو ده اللي أنا بس يعني مش باستخدم فيه إيدي، باستخدم بقى شوكة كده. وطبعًا عشان إحنا قاعدين لوحدنا لازم يا جماعة ندلّع نفسنا، فعملت أكل سهل جدًا. أنا أصلًا كنت متبلة البانيه زي ما أنتم شايفين من الصبح، وأنا باتبل البانيه ببصل، ويعني بابشر بصلاية حلوة كده، وباحط بقى ملح وفلفل وبس، بس مش أكتر من كده.
وبسيبها بقى تقعد لها 3 4 ساعات في قلب التلاجة، ممكن لتاني يوم. وبعد كده بقى باجي حاطه الفيجيتار مع الدقيق مع شويه ملح، مع اني اصلا الفيجيتار بيبقى مش محتاج ملح، بس انا ما كانش الفيجيتار كان كتير معايا، فقلت لا احط شويه ملح ايه زياده. وبس، وحطيت لها بقى شويه شطه كمان عشان خاطر تبقى سبايسي كده. طبعا انا الكميه دي ما اكلتهاش كلها لوحدي، بس يعني اتفضل منها، انا عملت سندوتشات منها، واتفضل منها شلتها في الفريزر. قلت بقى لما اجي مثلا اعمل بيتزا ولا حاجه ممكن اقطع البانيه دوت مع بيتزاية مثلا صغيره، لو بعمل بيتزا اللي هي الصغيره كده. قلت يعني مش هتخسر في اي حاجه، قلت ممكن مثلا يوم ابقى برضو ماليش مزاج ان انا اعمل اكل وانا قاعده لوحدي، اطلعها واحطها في ساندوتش مثلا كده. يعني يا جماعه اهم حاجه اللي احنا ما نرميش حاجه، لاني اصلا دلوقتي بجد الدنيا مش مستحمله ان الواحد يرمي حاجه. وطبعا يعني يا جماعه مش لازم طبعا كل يوم ناكل فراخ ولازم كل يوم ناكل لحمه، لا مش بقول كده خالص، ولكن احنا حتى ممكن نسعد نفسنا باي حاجه بسيطه. يعني مش لازم فراخ، مش لازم لحمه، مش لازم كل يوم الاكل دوت. ممكن يوم يا جماعه نعمله بيض مع جبنه قديمه مع جبنه فلاحي مع شويه بطاطس، الحمد لله حلو جدا. ممكن يوم تاني نعمل كبدة. يعني أفكار كده يا جماعة للأكل، مش لازم كل يوم ماشيين على اسطمبة لا فراخ لا لحمة لا مش عارفة ايه، لا مش كده خالص. حلاوة بقى وطعومة بقى والجمال. تمام، ناخده بقى معاها ايه؟ العيش ها. يا جماعة لازم ندلع نفسنا يا جماعة. يلا بقى هسيبكم بقى اروح اتغدى، باي. بقى الكنكة كيوت دي هنعمل فيها قهوة، بتطلع قهوة خطيرة خطيرة خطيرة. بس يا جماعة أنا بجد مش عايزة أشرب قهوة، بقالي كتير قوي 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 ما شربتش قهوة. يعني أنا عايزة أشرب وبرضه في نفس الوقت خايفة أشرب، بس احنا بنحتاج بس في الكنكة دي احنا نزود المية شوية. على طول انا بعمل القهوه باللبن، بس القولون الصراحه بيتعبني من القهوه ذات نفسها، وكمان اللبن بيوجع القولون. فانا اخترت اني اشرب القهوه النهارده بدون لبن، وانا اصلا كده كده مش بشربها بقالي كتير قوي. انا هشرب بقى، هاخدها كده واقول لكم هعمل ايه دلوقتي. مش هحاول احط قهوه ياما، يعني ايه بني خفيف كده بس كده. هي معلقتين ممسوحين كده، والميه طبعا ساقعه من التلاجه. قلب قلب قلب. المره دي انا مولعاها وكمان موطيه عليها نهائي يعني خالص. تمام، وخليها المعلقه كده في قلب القهوه، مش هطلع المعلقه. كل شويه اديها تقليبه، كل شويه اديها تقليبه واسيبها، وشويه كمان اديها تقليبه. هي اصلا هتاخد وقت لان الميه ساقعه، دي حاجه. تاني حاجه بقى يا جماعه، مش عايزاكم تعيبوا على البوتاجاز بتاعي، لان انا بجد 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 مش عايزه اعمله، مش عارفه انا مش عايزه اعمله ليه، بس هعمله انا، بس مستنيه بس اعمله النهارده. وبعدين النهارده يعني قلت اليوم ده بتاعي اتدلع فيه براحتي واعيش فيه براحتي، يعني كفايه اللي انا عملته، مش لازم اجهد نفسي. يعني يا جماعه خدوا لكم يوم كده، خدوا لكم يوم كده من نفسكم تبسطوا نفسكم فيه. دي كانت اخر حاجه في اليوم. ولو بجد بجد عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي تعليقات حلوه زيكم. دمتم سالمين.